ضيفي وضيف حضراتكم الاستاذ الدكتور حازم ياسين، استاذ طب وجراحه العيون، طب القصر العيني. الحقيقه ثقافتنا الطبيه احنا اللي مش دكاتره ولا اطباء ولا حاجه بعافيه، وربما يكون بس عشان ما حدش يزعل خلينا فينا احنا. الثقافه الطبيه بتاعتنا كشعب الحقيقه يعني قليله جدا ومتواضعه جدا. دي نمره واحد. نمره اتنين ان احنا كل واحد في بيتهم 2 أو 3 دكاتره. انا عندي 2، كان واحده بقى 2، ما يورش على ال2 ولادي اي حاجه على طول بيكتبوا روشتات هم، فبتاخد دواء غلط تعمل تودي الواحد في 60,000. نمره 3 ان احنا حاجات بسيطه ممكن تؤدي لكوارث كبيره. في مسائل بقى العيون والكلام ده كله، لان المساله يعني يمكن ده تخصص شديد الحساسيه، والله يكون في عون اي دكتور عيون، لان اللي بيروح له بيبقى جاي منتهي. يعني لما حد بيروح بيبقى المساله الدكتور عايز 10 انبياء يدعوا له ويصرخوا له عشان يقدر يعالج. احنا بنروح دايما بعد اخر ميعاد بكتير. فهي مسائل كثيره جدا ما يجب ان يكون، وما يجب من المعلومات ان احنا نعرفها، وايه اللي في طب اللي وصل في عالم العيون، ايه اللي بالفعل تم له نجاح، يعني نجح العلم انه يقدر الحلول ليه، وايه اللي مش موجود. لان ما بين الاثنين دولت بيتسلل في هنا وفي الخارج حاجات كتيره جدا بتعطي امال كاذبه وتنهب اموال كثيره جدا. ايه بقى اللي في طب العيون العلم عمله؟ ايه اللي في طب العيون نقدر نتداركه؟ وايه المسائل اللي تبقى بسيطه وتنتهي؟ انا بطرح كل الاسئله عشان اسيب الدكتور حازم يتكلم في كله بقى. ايه الموضوع كله على بعضه؟ يعني ده اللي كله عايز اعرفه من ضيفي وضيف حضراتكم الاستاذ الدكتور حازم ياسين. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا ابراهيم بيه؟ ابتدي من اي حته انت عايز حضرتك تبتدي بيها. هل تبتدي تشرح للناس العين ازاي بتشوف عشان نبتدي نتعامل مع العضو ده؟ شوف قوي. يعني هي العين مكونه من عده اجزاء. فيها جزء امامي يطلق عليه القرنيه، والقرنيه دي هي الجزء الشفاف الامامي من العين، عامل بالظبط زي الباغه بتاعت الساعه. فالباغه بتاعت الساعه دي بتدخل الاضاءه نتيجه لانها شفافه، وكمان بتوري المينا بتاعت الساعه اللي هي شبيهه عندنا بقى في العين بالحته اللي اسمها القزحيه. الحته اللي اسمها القزحيه ديت فيها ثقب صغير بيتسع ويضيق، ده اسمه حدقه العين او انسان العين. دي الاجزاء الاماميه من العين. الاجزاء الاماميه ديت بتدخل الضوء، بيعدي في العدسه البلوريه، وبرده دي عدسه بلوريه شفافه. الهدف من العدسه البلوريه والقرنيه ان احنا نجيب الصوره على داخل العين اللي هي الشبكيه بقى والمؤديه الى العصب البصري. ده تشريحيا كده تفصيل دقيق بس مبسط جدا. يمكن مبينين دلوقتي في الصوره بتاعتنا ده جدار العين، وجدار العين ده مكون من الصلبه اللي هي البيضاء بتاعه العين، وداخل العين ديت عندنا حاجه اسمها المشيمه اللي هي بيشاور عليها دلوقتي السهم. المشيمه دي مسؤوله عن تغذيه الشبكيه اللي هي الجزء الداخلي بتاع العين، ودي القرنيه اللي هي الشفافه الموريه اللي وراها الجزء الاخضر واللي فيه في نصه دايره سوداء اسمها الحدقه او البيوبل، ودوت اللي بيؤدي الى دخول الضوء بصوره منظمه عشان تقع الاشعه الضوئيه على جدار الشبكيه اللي هي المسؤوله عن تكوين الصوره او استقبال الصوره، وبالتالي نقلها عن طريق العصب البصري. يعني دلوقتي بيبين كده ده جزء الجدار اللي فيه الخلايا المستقبله بتاعت الضوء. دي خلايا ضوئيه. هذه الخلايا الضوئيه مسؤوله عن تكوين الصوره، ومجرد ما بتتكون الصوره اهي كده مرت بقى الخليه الضوئيه دي عملت اشاره ضوئيه انتقلت الى العصب البصري. ده الاصفر ده العصب البصري. الاصفر ده العصب البصري. ومنه انتقل الصوره اتوصلت عن طريق العصب البصري ده للقشه البصريه في المخ. اذا العين هي عباره عن كاميرا بترصد الصوره تبعتها للمخ. المخ بقى هو المسؤول عن تفسير انا بشوف ايه. ده راجل، ده ست، ده لون احمر، ده مربع، ده مستدير، ده دايره. وبالتالي تحليل الصور المرئيه دي كاميرا بتبعت صور، جهاز استقبال يبعت بقى للرادار الرئيسي، للكمبيوتر الرئيسي المسؤول عن تفسير احنا بنشوف ايه. طيب الحدوته اللي حضرتك حكيتها دي كلها اي حته بقى هتتلط هتعمل لنا مشكله.
يعني من اول بقى كده اللي حضرتك من قلته، اول القرنيه لغايه واحنا رايحين بقى لغايه ما نوصل للعصب للعصب البصري. والبصري ده، اي حاجه هتتلطف في السكه بتعمل لنا مشكله. مظبوط. في حاجات قلت لها حلول، او العلم لها حلول، وفي حاجات ما فيهاش. مظبوط. دي حاجه تتلطف يبقى يحصل فيها حاجه. نمره اتنين، قد تطلع لنا حاجه في السكه يقول لك ميه بيضاء، وانا لغايه دلوقتي مش عارف الميه البيضاء دي يعني هي ميه بيضاء وحقيقي ولا ايه، لان انا شايف ان دي حقيقة كل المصريين بيشتكوا منها. اوكي، خلينا نقول انه الميه البيضاء اللي هي برضو معروفه باسم الكاتاراكت، من اكثر، مش من اكثر مرض شيوعا في الجسم. سبحان الله. يعني جسم البني ادم كده لو خدناه، اكتر مرض بيجي في الجسم بالنسبه المئويه هو المياه البيضاء او الكاتاراكت. اقدم تسميه ليها كلمه الكاتاراكت دي، وكلمه كاتاراكت باللاتيني يعني شلال. شلال. الاغريق اول ناس وصفوا القصه ديت. انا هنا بوري ان انا وانا بعمل عمليه ميه بيضاء. هي فين الميه شوف حضرتك البياض وقفوا الفيديو، وقفوا كده الفيديو يا جماعه، وقفوا كده، وقفوا الصوره يا سريع. بص حضرتك كده لو تاخد بالك، هو الحمار اللي طالع دوت ده بيعكس داخل العين. ليه العين باينه انها مديه الحمار ده؟ لانه ده عباره عن اوعيه دمويه جايه من الشبكيه، لما الضوء سلط عليها بين لي ما يطلق عليه الريد ريفلكس او رد الفعل الاحمر. تمام. لكن هتشوف مثلا فين بقى الميه البيضاء في الحته دي؟ شايف النقط اللي موجوده في جنب الابره اللي داخله دي؟ دي نقط بيضاء اهي. هي دي الميه البيضاء. هي دي. ده الليزر ده احنا ده موجات فوق صوتيه. يعني يعني ده ده اللي هو بدون جراحه. بدون جراحه. خلينا بس موقفين كده عشان اشرح لحضرتك كلمه الميه البيضاء او الكاتاراكت دي. الاغريق وصفوا كلمه الكاتاراكت. كانوا في الاول معتقدين ان اللون الابيض اللي بيظهر في البؤره بتاعه العين او في الحدقه بتاعه العين ده عباره عن شلال مياه مندفع من المخ. تاني، كانوا فاكرين، خد بال حضرتك، انه لما تبص على النافوره اللي موجوده في النيل، هي الميه اللي طالعه من النافوره دي ميه شفافه، بس من كتر اندفاعها العالي جدا تدي لك ايحاء انها بقى لونها ابيض. يعني لو فتحت الحنفيه على الاخر هتدي اللون الابيض، تدي اللون الابيض مع ان الميه دي شفافه. فكانوا معتقدين ان ده سائل بينهمر، سائل مائي بينهمر من المخ في صوره شلال فيظهر في العين، فاطلقوا عليه كلمه كاتاراكت. انما هذه التسميه تسميه خاطئه. كمان الماء الابيض او المياه البيضاء دي التسميه اللي اطلقوها العرب. هي لا ميه لانها مش في حاله سائله ولا هي بيضه. هي حاجه معتمه، اصبحت العدسه الشفافه بتاعت العين معتمه. وبالرغم من دي من يعني تاني غريبه او تاني عجائب الميه البيضاء. اكتر امراض الجسم شيوعا باي فار بالنسبه المئويه. تاني حاجه انها تسميه خاطئه واستمرت عبر السنين، ولا حدش عارف، قاومت التغيير، عمرها ما اتغيرت بالتسميه الخاطئه دي وفضلت على كده. وحتى العلماء لغايه دلوقتي لما تيجي تتكلم يا كاتاراكت يا ميه بيضاء، والعلماء ماشيين برضو بنفس التسميه. ايه المشكله؟ كبروا دماغتهم يعني عادي خالص. يعني النقط ديت لا ميه ولا نيله بقى هي الميه بقى هي مش ميه، لانها عامله في تركيبها زي حبايه الترمسه بالظبط. كما انها ما هياش بيضه لانها معتمه، بس ممكن تكون لونها اصفر، ممكن تكون لونها بني، ممكن تكون لونها ابيض. بقى ولما بتخش بالاشعه الصوتيه دي ولا تفتت الصوتيه بقى تفتت الميه البيضاء وتشفطها. ده ثاني الميه البيضاء تفتت الترمسه ديت بالظبط. تفتت العدسه وتشفطها. يمكن نمشي الفيلم دلوقتي عشان يورينا ازاي بنفتت ونشفط العدسه. الظريف بقى بيه انه حضرتك في كل العمليات عندما تزيل عضو تفقد وظيفته. يعني لو شلت رجليك خلاص فقدت القدرة على المشي، شلت دراعك فقدت القدرة على ان انت تحرك الايد. دي العملية الوحيدة اللي تشيل فيها العضو فتستعيد القدرة على الوظيفة تاني. زمان قبل ما تخترع العدسات والكلام زي كده اللي كان بيحصل ايه؟ كان بيشيل المية البيضاء فنظره يرجع له. دي اخر معلومة او اخر عجيبة من عجائب المية البيضاء. تشيل العضو فترجع الوظيفة. ترجع الوظيفة تاني مش العكس. يعني زي ما اقول لك واحد شال رجليه فعرف يمشي. سبحان الله.
من ضمن الغرائب بتاعت الميه البيضاء. ولذلك ان انت دلوقتي النهارده شوف حضرتك ابتدى لونها يغمق او ما يبقاش شفاف ويروح اللون الاحمر اللي هو الانعكاس بتاع داخل العين. انت دلوقتي عمال تفتت وتقطعها عشان تقدر تشفطها بنفس البتاع الجهاز ده برضه. بنفس الجهاز. انت عمال تفتت وتشفط تفتت وتشفط. بيطلع ايه بخلايا ولا بتطلع ايه؟ تطلع عباره عن مجموعه من المواد البروتينيه اللي عامله زي حبايه الترمسه في تكوينها بالظبط. بص حضرتك عمال انت بتكسر في حاجه عامله زي الفطيره كده وتقوم يعني مفتتها وبعدين تقوم جاي شاددها ومش شوف هتتشفط اهي. وتفضل قاعد كده لغايه لما تشفط كل المواد دي اللي هي دلوقتي ماليه الكبسوله بتاعت العين. بتبقى كتير لانه كمان المصريين عندهم من احدى المفاهيم الخاطئه يقول لك استنى على الميه البيضاء لما تستوي، يعني تحجر. ده انت عايز تفتتها عامله بالظبط زي ما يكون عندك حاجه طريه وبعدين حصوه صغيره سيبها لما تكبر في المسالك وحصوه كبيره. الحصوه الصغيره دي تقدر تفتتها بالليزر، الحصوه الكبيره لا محتاجه جراحه بقى. فلغايه دلوقتي بنحارب ان يا جماعه لما تجي لك الميه البيضاء ما تستناش عليها، لازم تشيلها مبكرا جدا. شوف بقى لما زمان ما كانش فيه عدسات، دلوقتي اصبح فيه عدسات. العدسات دي بتخش من نفس الفتحه الدقيقه اللي هي مش فتحه جراحيه لانها ما بتحتاجش غرز جراحيه. بص حضرتك كده نفس الفتحه اللي جوه دي. العدسه داخله زي البيبي في بطن مامته كده لغايه ما يخش جوه المكان اللي كانت فيه الميه البيضاء، وتبتدي العدسه دي تفتح لوحدها بالتدريج. سبحان الله. وتفتح دراعاتها وتفضل كده لاخر العمر. سبحان الله. مجموعه من الغرائب اللي موجوده في الميه البيضاء دي تشدك جدا. اكتر مرض حدوثا المرض اللي تسميته خاطئه بالرغم من مرور كل موافق عليها. بالرغم من ولما تشيل اي حاجه ملايين السنين برضو التسميه الخاطئه لسه موجوده. تشيل العدسه النظر يرجع. كلها حاجات غريبه الشكل. العدسه الثانيه دي معموله من ايه بقى؟ من مواد خامله لا تتفاعل مع انسجه العين. والغريبه بقى برضو من ضمن الحاجات اللي تلفت النظر. تصدق حضرتك هي اكتشفت ازاي العدسات دي؟ في الحرب العالميه الثانيه اكتشف ان الطيارين اللي هم كانوا راجعين من الحرب العالميه الثانيه لما كان بيطلق عليهم قذائف كان ازاز الطياره بيخش جوه عينه. ما كانوش بيعرفوا يخشوا جوه العين يجيبوا الازاز ده، فاكتشفوا ان الازاز دوت خامل. العين جواها ازازه بيساوي وماشي والدنيا ماشيه مفيش اي مشاكل. فطلع واحد اسمه رايدلي. هارولد رايدلي ده ملكه انجلترا كرمته لانه فضل ورا القصه بتاعت انه في ازاز موجود جوه العين وخامل والعين هاديه بلاستيك ونوم بالبلاستيك لغايه لما اخترع عدسه يستطيع بيها ان هو يستبدل العدسه بتاعت العين اللي فيها ميه بيضاء ويحط عدسه تانية. وده كان نقله حضاريه في طب وجراحه العيون، انك بدل ما تلبس نظاره سميكه جدا بره العين اصبحت النظاره السميكه دي في صوره عدسه طبعا ليها ابعاد معينه عشان سمك القرنيه عامل ازاي وقطر العين عامل ازاي، الى ان تطورت العدسات بقى من الحاله الصلبه اللي كانت فيها قبل كده الى ماده اخرى اكريليك بحيث ان العدسه تخش مطويه زي البيبي في بطن مامته مطوي على نفسه لغايه ما تخش في المكان بتاعها وتقوم جايه مفتوحه. فانه الانجاز اللي احنا بنقول عليه حصل في الميه البيضاء حصل اثناء الحرب العالميه الثانيه ربنا ما يرجعها بكل المآسي ولا اي حرب يا رب بكل المآسي اللي حصلت فيها. انما اكتشف اكتشاف صغير انه الازاز الخامل ده ادى الى الاختراع بتاع العدسات اللي بتتزرع جوه العين النهارده. سبحان الله. معنى كده ان النهارده لما حضرتك بتشيل الميه البيضاء او الترمس اللي جوه او الانسنه المتحجره ديت او اي حاجه خلاص لو ما تركبش عدسه مش هيشوف بالنضاره سميكه جدا. انما العدسه حلت المشكله. العدسه النهارده اصبحت خطوه من خطوات عمليه ازاله الميه البيضاء. شوف حضرتك بقى ازاي يعني زمان كان يقول لك عمليه ميه بيضاء وزرع عدسه. فكان المريض ساعات يسال يقول لك طب يعني ممكن اعمل الميه البيضاء وبلاش ازرع العدسه؟ ده انا واحد قريبي مش عارف من البلد زرع وعينه تعبانه. وكان ساعتها لما كنا كلنا غير مدربين على زرع العدسه بالطريقه المثلى فكنا نقول للمريض انت عارف طبعا حضرتك الطبيب ما بيخطئش.
فنقول له عينك ما قبلتش العدسه، يعني الغلط في عينك مش في انا اللي ما عرفتش اركبها مظبوط. عينك ما قبلتش، عينك رفضت العدسه. فكان المريض في الاول، ولذلك لغايه يومنا هذا في بعض الناس يقول لك لا 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 انا عايز اعملها من غير عدسه. لا، النهارده اصبحت عمليه الميه البيضاء جزء من خطواتها هو تركيب العدسه البديله في اخر العمليه بعد ازاله الميه واللي ملوش البيضاء. لازمه. بالظبط كده. فانت اصبحت النهارده بتستغنى عن النضاره اللي تخليك تشوف، لا انت تقدر دلوقتي تزرع العدسه، واصبحت في منها نوعيات جيده جدا لدرجه ان انت ممكن ما تلبسش نضاره للمسافات، تلبس للقرايه، وممكن ما تلبسش نضاره للمسافات ولا للقرايه. حسنت لك الرؤيه الليليه. يعني التطور الشديد اللي بيحصل في العدسات اصبح علم في حد ذاته. طب العدسه دي كل واحد له عدسته ولا انتوا بتركبوها؟ كل ولا واحد في ستاندر؟ لا، كل واحد ليه عدسه. ما انا خربانه اصلا، ما انا بتاعها بايظه بقى ولا لا شلت عليها بس كل واحد ليه عدسه خاصه بمقاس معين بمواصفات معينه. واحد عايز يعني حتى بقى، ورغم ان كنت شلته بقى العدسه بالمياه البيضاء بالبتاع بس ده، انت سايب الكبسوله، هي دي بقى القياس عليها ديت، القشره اللي هتتحط جواها العدسه الجديده. هي بيبقى القياس عليها هي القياس على حجم العين. ايه العدسه اللي تخلي الاشعه البصريه تنزل على جدار الشبكيه مباشره. واخد بال حضرتك؟ دي حكايه. هل في ناس عن ناس، او مهن عن مهن، او جنس، او الميه البيضاء بتختار حد عن حد؟ خلينا نقول انه مثلا على سبيل المثال انه هي اكتر اسبابها شيوعا هي المياه البيضاء الشيخوخيه اللي هي تيجي مع تقدم السن. غالبا لما الناس تتقدم بها السن ويوصل للستينات او السبعينات من العمر، تبتدي العدسه تصاب بخلل في التمثيل الغذائي بتاعها فتفقد الشفافيه بتاعتها. النوع الثاني الاكثر شيوعا هو المياه البيضاء الخلقيه، يعني من السن الكبير خالص الى انه طفل مولود عنده ميه بيضاء خلقيه. ودي يعملها على طول ولا تستنى؟ لازم يعملها على طول. على طول يعني. لازم طيب يعملها على طول. الطفل دوت بيبقى سعيد الحظ لما تجيله الميه البيضاء في عينين الاثنين، مش في عين واحده. يعني اللي يتبادر الى ذهن حضرتك ايه؟ يعني طب الحمد لله جت في عين وسابت العين الثانيه. البطاريه لا، لما تيجي في العينتين احسن بكتير من انها تيجي في عين واحده لعده اسباب. لو جت في عين واحده يمكن الاب والام ما يكتشفوش من الاول، لانه الطفل بيتعرف ان هو مش شايف لما يبتدي يحبو. بيبص بعينه الثانيه. لما يبتدي يحبو، فهو لو ابتدى يحبو وقادر يمشي خلاص ما هو شايف. لكن لو ابتدى يحبو وبيخبط في الحاجات ابتدى يبقى عندنا مشكله. نروح بقى للدكتور. ما يقدرش يشكي. نروح بقى للدكتور. نمره 2 انه لما يبقى عندنا العينتين فيهم ميه بيضاء، اذا العينتين هيتشال منهم العدسات بتاعه العين ويتحط عدسات جديده، فاصبح في نوع من انواع زي بعض البالانس سيميلاريتي ما بين الاثنين، او في نوع من انواع التماثل ما بين العينتين. كلها حقائق وعجائب غريبه. دكتور حازم، ايه اللي اقدر اعمله اللي اي ام كشف بسيط كده ان طفل صغير نقدر عشان تتاكد ان نظره مش ضروري بقى يزحف ويخبط ويعمل، ايه اللي ممكن تعمله؟ هو اساسا دلوقتي بقى في جزء من الموضوع انه زمان مثلا، مش زمان قوي يعني، يمكن في منتصف القرن الماضي كانوا الدايات هم اللي بيولدوا. وكنت تشوف الحاجه لغايه دلوقتي اللي انا لسه ما اعرفهاش، ويمكن لما حضرتك تستضيف دكتور امراض نساء ولاده، ليه كان في طشت ميه سخنه بيجي مع الست يقول لك لازم تسخنوا ميه عشان الست هتولد؟ مش عارف لغايه دلوقتي. انما خلينا نقول انه كانوا الدايات هم اللي بيولدوا الاطفال. طب الدايات ما عندهمش درايه بالقصه، ما يعرفش اذا كان الطفل دوت مولود طبيعي او في حاجه مشكله عنده. انما دلوقتي اصبح مع كل ولاده طبيب الاطفال بيشيك ويشوف اذا كان في مشكله، يقوم يقول لاهل الطفل لا روحوا بقى لدكتور العيون، يبدو ان في مشكله عنده، فيروحوا نشيك مثلا على سبيل المثال. حلو. هو بيبي، هو جنين اول ما اتولد كده ممكن يعرف ان بصر، اذا كان في حاجه ابنورمال واستدعت او استرعت انتباهه لازم هيبص يقول لها خدي بالك، لا في حاجه طالعه منظرها مش طبيعي. في حاجه مش طبيعيه. لكن خلينا، طب ما احنا مش نصنا ما بيروحش لدكاتره مثلا من اهالينا يعني. هتولد فين؟ هتولد فين؟ ما هو الولاده بتاعت البيت بتاعت زمان دي ما بقتش موجوده، يا هتولد في مستوصف بقى ما هو ده برضه. في الاخر وفي الاول خلينا نقول ما فيش دكتور، ولدت طبيعي، ولدت في البيت. غالبا في اول 6 اشهر الطبيعي ان الطفل يكون بيحوي الحول خفيف. بعد ال6 اشهر اذا في حول مش يعني بان بقى
العين محوله، ما بيبصش لوالدته، لا قدر الله مش مقصوده عينيه ما تروحش يعني لا قدر الله ابتدى يبقى عنده عدم قدره على تتبع الاشياء، مش قادر يشوف ثدي والدته في الرضاعه الطبيعيه، هي تاخد بالها من ده او البيبيرون اللي ما بيتفاعلش معاك لما بتمديله ايدك بحاجه، ما بيفتحش بقه، فبالتالي ده معناه ان في هنا خلل في نظام الرؤيه. اذا لازم بقى نروح للطبيب. يعني ده اللي انا اقصده، ان الام تاخد بالها من ده، انه نوع من انواع، ما انت لازم يكون رد فعل من النظر. اذا خدت بالك انه لا، الطفل لا يحرك ساكنا لما بتقرب منه، لا يتعرف على امه، لا بقت في مشكله، لازم نروح ناخد راي الطبيب. طيب انا دلوقتي واحنا ماشيين في كل حته دلوقتي واعلانات، وان ده الليزك مش عارف، انا لا اعرف الليزك ده بتاع اللي بيشاوروا بيه كان في ميدان التحرير ده. ايه موضوع الليزك ده؟ خلينا نقول الاول كلمه ليزر. كلمه ليزر دي هي ابريفيشن، او يعني اختصار ل5 حروف او 5 كلمات. ال5 كلمات بالانجليزي معناهم القدره على انه الضوء بتاعك يبقى ما فيهوش اي نوع من انواع التشتت. فاكر حضرتك زمان حزمه ضوئيه ماشيه متوازيه، ما تتفرش. فاكر حضرتك لما كنا زمان نرسم الشمس فنطلع الاشعه بتاعتها طالعه من النص وعماله تتجه في اتجاهات مختلفه، بتتشتت، بيحصل فيها نوع من انواع الدايفرجنس، يعني عماله مش بتتجمع، عماله تتشتت. الليزر بقى، كلمه الليزر دي عشان برضو تبقى معلومه للناس، هي 5 حروف مكونة لمعنى اسمه حزمة ضوئية متوازية. تطلع 20 يبقى 20 هيوصلوا 20، ال20 هيوصلوا 20 ومتوازيين مع بعض ايا كان طول المسافة. تمام. كلمة الليزر دي بقى اتاخد منها بعض الحروف عشان يكونوا كلمة تانية اسمها ليسك. برضو الكلمة الجديدة دي اختصار ل5 حروف يكونوا 5 كلمات. معناها ايه؟ ان انا هغير شكل القرنية اللي هي الجزء الشفاف الامامي من العين باستخدام شعاع الليزر، عشان اغير الكيرف بتاع القرنية فاجيب الصورة بالظبط على الشبكية، لا قدام الشبكية ولا ورا الشبكية. اللي طول النظر اللي قدام الشبكية ده واحد عنده قصر نظر، اللي ورا الشبكية ده واحد عنده طول نظر. استجماتيزم ده ولا اسمه ايه؟ ده عنده طول نظر. اللي عنده كذا نقطة على الشبكية ده معناه انه عنده استجماتيزم، يعني مفيش نقطية في الصورة. ده سنة الصورة. اصبح الليزر بقى لما نستخدمه على القرنية عشان تغيير شكلها يكون كلمة اسمها ليسك. تمام؟ تتبعنا يعني ايه ليزر؟ يعني ايه كلمة الليسك اللي هي تغيير شكل القرنية باستخدام أشعة الليزر عشان أجيب الصورة مظبوطة تماما على القرنية. واخد بال حضرتك؟ ده يستتبع مني ان انا كنت برفع الطبقة السطحية من القرنية عشان انزل بالليزر في عمق نسيج القرنية. يمكن دلوقتي لو جبنا صورة او جبنا فيديو للقصة بتاعت الليسك دي هيبان لنا اكتر يعني ايه القصة. كلمة الليسك اللي احنا بنشوفها طول النهار مع اعتراضي الشديد على، انا دلوقتي النهارده انا بعلم اهو على سطح القرنية، وبعدين هركب حاجة، الحاجة دي عاملة زي الحلقة كده. الحلقة ديت هتثبت العين وتعلي الضغط جوه العين عشان اقدر ارفع طبقة سطحية من القرنية. حلقة اهي هتركب كده على سطح القرنية، والحلقة ديت لما هتثبت العين هقدر افصل القرنية لطبقتين. حاجة عاملة زي السلايسر اللي هو بيشيل طبقات مثلا من الجبنة الرومي او اللانشون او واتيفر. هي نفس القصة بالظبط. هرفع طبقة سطحية، الطبقة ديت هتخليني كأني رفعت الخلايا السطحية دي، ويصبح بقى عندي نسيج القرنية من الداخل. هو ده اللي هلعب فيه بالليزر عشان اغير الكيرف بتاعه. لما اغير الكيرف بتاعه بقى في الوضع دوت، شوف حضرتك انا دلوقتي هرفع طبقة سطحية، طبقة متناهية الدقة، حجمها 100 مايكرون يعني 10 ملي. انا رفعتها اهو. الليزر هينزل دلوقتي على عمق القرنية اللي هو بنسميه الباد، يعني على العمق بتاع القرنية. هيبتدي الليزر يشتغل. بمجرد ما الليزر غير لي الكيرف بتاع القرنية اقوم مرجع الطبقة السطحية مرة اخرى مكانها. يبقى انا غيرت في الكيرف بتاع القرنية. شوف حضرتك، خلصت انا الليزر بتاعي دلوقتي بقى هم مرجع الطبقة السطحية مكانها مرة اخرى.
كل ده في حته العين اللي هي سنتي في سنتي ديت بتعملوا الكلام ده؟ انت لا، سنتي في سنتي ده كتير. احنا بنتكلم في انا ما اعرفش انا العين قد ايه دلوقتي 100 مايكرون. المايكرون هو 1 على 1000 من الملي. يعني انت بتبقى لابس بقى عدسه بقى انا ولا؟ شغال على ميكروسكوب. اللي بينقل دلوقتي ده شاشه التلفزيون، لكن انا باصص من ميكروسكوب بيكبر والميكروسكوب لي. ده اللي بيصور في نفس الوقت؟ طالع منه كاميرا بتصور اللي انا بعمله في نفس الوقت. بيكبر لك كل ده عشان تقدر تشوف يعني تقدر تكبره ان شاء الله يا رب 300 400 مره. يا نهار ابيض. طب العمليه دي بتاخد وقت قد ايه؟ 5 دقائق تقريبا. كل ده 5 دقايق؟ 5 دقائق. طبعا احنا بسم حضرتك الله ما شاء بتتكلم الله. زمان لما كان عمليه طب وجراحه العيون تقعد مثلا فيها ساعه ونص، والعيان يخش قبل العمليه ب3 ايام ويفضل قاعد في المستشفى اسبوعين. عينه متخيطه فيها غرز ومقفوله ومحمره. طبعا التكنولوجي والتقدم في طب وجراحه العيون يعني مشي خطوات سريعه جدا 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 الى المرحله اللي بقى فيها المريض يخش قبل العمليه بشويه صغيره ويخرج بعد العمليه بشويه صغيره ويمارس حياته بعديها بيوم. طب دكتور، انا عايز اقف هنا بقى دلوقتي عشان انا عايز اعرف. في حاجات كتيره بقى عرفنا ميه بيضاء، وعرفنا ما اعرفش ايه، وعرفنا ايه، وعرفنا الاجزاء. في اول الحلقه احنا عرفنا ازاي احنا بنشوف. واي حاجه، اي دمج، اي حاجه هيحصل فيها اصابه في حته من دول هتعمل لنا مشكله. ايه المشاكل اللي بتتحل وايه المشاكل اللي انتم مش عارفين تحلوها؟ خلينا نقول انه لغايه دلوقتي الاجزاء الاماميه من العين اللي هي مكونه من القرنيه ومكونه من العدسه بتاعه العين، هذه الاجزاء قابله للتغيير. كل اللي قدام زي بالظبط العدسات بتاعه الكاميرا، كل دوت ممكن تستبدله. نيجي بقى الكاميرا دي جواها فيلم، او ايام ما كان فيه الافلام بتاعه زمان دلوقتي الديجيتال بالظبط. في جزء حساس اللي هو مسؤول عن استقبال الصوره، وهو الشبكيه والعصب البصري. تمام؟ الشبكيه والعصب البصري دولت، في الشبكيه في امراض كثيره ممكن علاجها. لما الشبكيه يحصل فيها انفصال نرجعه مكانه. بعض انواع امراض الشبكيه قابله للعلاج. لكن اذا وصلنا الى مرحله ضمور الشبكيه او ضمور العصب البصري، هو العصب البصري دوت واصل لفين؟ للمخ. حضرتك لغايه دلوقتي او الى اعتقد يعني الى نهايه الخليقه عمرنا هنسمع عن حاجه اسمها زرع مخ؟ لا. في زرع كبد، في زرع كلى، في زرع قلب، انما خلايا عصبيه مركزيه اللي هي الخلايا المسؤوله عن المخ لغايه دلوقتي ما لهاش حل. للاسف الشديد يا ابراهيم بيه، انا بقعد اسمع كتير جدا جدا بس جدا. اسمع حضرتك في تليفون بس. الو الو يا استاذ مصطفى. ايوه الو. ايوه يا استاذ، ما تخلي التلفزيون يهدى عشان نسمع بعض بقى، لانك عشان طب يلا. حضرتك سامعني كده؟ انا سامعك انت، بس انا التلفزيون. انا معايا الاستاذ الدكتور حازم ياسين، واعتقد انت متابع، وانا متفق معاك ان انا هنطلبك ان شاء الله وطلبوك. ماذا تريد؟ معاك الدكتور حازم اهوت. كله اذان صاغيه وكلنا اذان صاغيه ليك يا عم مصطفى. ربنا يخليك يا استاذ ابراهيم. الف شكر يا استاذ ابراهيم. صح. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ مصطفى، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ازي حضرتك يا دكتور؟ انا كويس، وان شاء الله انت كويس برضه. يعني انا متشوق ان انا اسمع صوتك واتحاور معاك من ساعه لما عرفت ان انا هكلمك على التليفون. الحمد لله. ربنا يخليك يا دكتور، ربنا يبارك لك وربنا يزيدك علم يا دكتور. ربنا يخليك يا استاذ مصطفى. قول لي، انا كلي اذان صاغيه زي ما ابراهيم بيه قال. اتفضل. ربنا يخليك ويبارك لك يا استاذ ابراهيم. حضرتك انا عملت عمليات كتيره قبل كده. تمام. انا مصطفى في جامعه القاهره. عملت حوالي 20 عمليه تقريبا. عملت عمليات كتير يعني. وفي في الاخر عندي العصب البصري ضعيف. تمام. في دكتور كشفت عنده من قريب، يعني من حوالي شهر تقريبا، قال لي في حاجه اسمها زرع شريحه الكترونيه. دي عمليه بتتعمل بره. فانا عايز عايز اعرف ايه هي الشريحه الالكترونيه دي، وفعلا
المدى لو العمليه دي اتعملت، المدى اللي ابقى شايف دي هيبقى قد ايه؟ والعمليه دي مناسبه لحالتي يعني ولا ايه؟ طيب ابتدي انا اتكلم، لو عندك اي استفسارات كملها، وبعدين لما هتكلم بقى اسمع كل اللي انا هقوله لك. لو عندك حاجه لسه انا اتفضل. مستعد اسمعك، اتفضل. عندك يا مصطفى؟ انا عايز اعرف لو خلينا بقى العمليه دي بتتعمل فين؟ اوكي، خلينا بقى نتكلم شويه كده بالهداوه كده يا مصطفى. الى يومنا هذا استسمحك بس في حاجه يا اتفضل. استاذ دكتور حازم. هو بيقول عملت 20 عمليه، ما استلفتش نظرك تعرف مين ال 20 عمليه دول بتوع ايه؟ ما هو احنا بنتكلم دلوقتي، واضح ان احنا دخلنا في قصص بتاعت مرتبطه بالشبكيه والعصب البصري، وهذه العمليات كانت بيحصل فيها ارتجاع او عدم قدره على تحسن الابصار، وبالتالي دخلنا في ضعف العصب البصري او ضعف الشبكيه اللي هي الضمور بتاع العصب البصري والضمور بتاع الشبكيه. تمام؟ فاحنا بنتكلم دلوقتي في الجزء اللي كان قبل ما الاستاذ مصطفى يتصل بينا كنا قاعدين بنتحاور فيه، ان لما نخش بقى في قصه الضمور بتاع العصب والضمور بتاع الشبكيه والكلام دوت، اصبح هذه الخلايا العصبيه المركزيه غير قادره على توصيل الصوره للمخ. هنا بقى برضو حاجات شبيهه كده بالاستاذ مصطفى، يقول له ده على فكره احنا هنعمل زرع خلايا جذعيه. ايه هي الخلايا الجذعيه، او ما يطلق عليه بالتعبير الطبي stem cell transplantation. transplantation يعني زرع، وستام يعني جذع. الخلايا اللي هي stem cells، حاجه زي كده ما تقول حضرتك يعني وباء تفشى عند المصريين. الاعلاميين بيتكلموا في الخلايا الجذعيه، الجرايد، المجلات، التلفزيون، رجل الشارع البسيط معتقد انه الحل هو في الخلايا الجذعيه. ويجي يقول لك بس بيقولوا يا دكتور، فتقول له مين اللي بيقوله؟ انا عايز اعرف مين اللي بيقوله. الى يومنا هذا يا استاذ مصطفى ما حصلش نوع من انواع زرع الخلايا الجذعيه اللي تؤدي الى استعاده القدره على الابصار في حالات ضعف وضمور الشبكيه والعصب البصري. في محاولات زي الشريحة اللي بتقول عليها دي، هذه المحاولات إلى يومنا هذا ما بتؤديش إلى صور مرئية، بتؤدي إلى إنه أنا حطيت زي تشيب أو زي إشارة إلكترونية، لما حد يعدي فتقوم تدي لك إشارة كده زي مثلا أقول لك تيت تيت، فتعرف إن تيت تيت دي حد معدي. انما ما فيش ابصار. صور مرئية إلى يومنا هذا لا، ما فيش صور مرئية إلى يومنا هذا. ومع ذلك كمان هذه العمليات كلها في إطار التجربة. بمعنى أصح، أنت طبعا تدري إن إحنا كشعوب متأخرة ما عندناش بحث علمي للأسف الشديد. البحث العلمي اللي بيحصل عندنا، وأنا بقول هذا الكلام وأنا يعني صعبان عليا إن أنا بقوله لأن أنا بتكلم على نفسي، الأبحاث العلمية اللي عندنا هي يا إما كلام فارغ يا إما كلام مفروغ منه للأسف يعني. الدول المتقدمة، تعالى بقى قول لي حضرتك العملية دي هتتعمل فين؟ قد يجريها شخص أوروبي أو قد يجريها شخص أمريكي، إنما تجرى على مريض أمريكاني أو أوروبي؟ لا. الى تجارب يعني. أنا بقول كده بالظبط، الى تجارب يعني، لأنها تجارب لغاية دلوقتي. خد بالك إنه العمليات الجراحية كلها أو العمليات الجراحية الجديدة بتتم بإطار محدد، فترة زمنية في حيوانات تجارب. لو نجحت القصة دي وعدينا المرحلة اللي بعديها نخش في البشر. بس البشر دول عبارة عن ايه؟ فترة زمنية اخرى عبارة عن ناس متطوعين لخدمة الابحاث المعمولة عن المرض ده لفترة زمنية قد تطول الى 5 أو 10 سنين. الشخص ده متطوع بيقول انا ما عنديش مانع يا جماعة، انا هعمل عملية ومتحمل كافة المضاعفات وعارف انها ليس لها اي امل ولا كذا ولا كذا ولا كذا. لما نعدي بقى المرحله دي ويبقى عندنا نتائج مبشره، نبتدي بقى ايه؟ تاخد حاجه اسمها FDA ابروفل مثلا في امريكا، اللي هي منظمه الاغذيه والصحه، اللي تجيز او لا تجيز. يعني احنا بنتكلم في عقود من السنين. تمام؟ هنا الطب عندهم والعلم يا استاذ مصطفى ما فيهوش اي نوع من انواع المغامره العنتريه. مش هاجي كده اقوم طالع معاك واقول لك والله بص هو في حاجه اسمها شريحه يعني هنجربها، ما فيش عندهم في حاجه اسمها تجربه. ف
الى ان يحدث تغير في الوضع القائم. لان انت خلاص، هو العلم ما اصبحش حكر على حد ولا سر. يعني العلم ده النهارده مش طبيب هيعرفه والطبيب التاني ما يعرفوش، لا، هتلاقي مواقع الانترنت والجوجل والى اخره. خلاص اصبح فيه عمليه، وهذه العمليه للمرضى اللي هم النهارده فاقدين الامل او ما عندهمش قدره على الابصار. اللي عايز اقوله بقى يا مصطفى، الى ان يصل او ربنا يوصلنا الى اليوم اللي فيه هذه المعجزه اللي هي هتنقذ ملايين اخرين زيك، نفضل قاعدين ساكتين ولا نعيش حياتنا بقى بطاقه ايجابيه؟ اولا عشان بس اشرح لك، في حديث قدسي. الحديث القدسي ده ما هواش زيه زي الحديث الشريف اللي هو فيه حديث صحيح وحديث قوي، لا، الحديث القدسي هو زيه زي القرآن الكريم. الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول لأحد الصحابة، بيقول له قال الله سبحانه وتعالى، يعني ده كلام ربنا، قال الله سبحانه وتعالى لو اختبرت أحد عبادي في إحدى كريمتيه وصبر على ابتلائي كان ثوابه الجنة. فالصحابي بيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له وإن كانت واحدة يا رسول الله؟ فقال له وإن كانت واحدة. يعني الصبر على ابتلاء ربنا أو اختبار ربنا في المحنة دي، الصبر بقى بإيه؟ بالرضا بقضاء الله، بإن أنا مش هوقف حياتي، بإن أنا هأصبح عضو منتج ومفيد في المجتمع بتاعي، سواء كان محيط أسرتي أو سواء مهنة بمتهنها أو سواء علم بتعلمه. الصبر على ابتلاء ربنا إن أنا زي الشخص الطبيعي، لأنه ربنا إذا حرمك من إحدى الحواس الخمسة لابد إن أنت قدراتك الأخرى بتزيد. ما تسألنيش إزاي، لكن دي أنا الملاحظة شفتها مع كل الناس اللي هم عندهم هذه المشكلة. أقسم لك بالله يا إبراهيم بيه، بيبقى عنده يا سمعه بيزيد، يا مستوى إدراكه بيزيد. ربنا بيدي بيقطع بيوصل يا دكتور، ده ما فيش هزار في ده. أنا بقول لحضرتك ملاحظاتي. واذا كان اللي انا بقوله لك دوت يا مصطفى ما كانش موجود، ما كانش هيبقى عندنا طه حسين. انا بتكلم طبعا لانه المشاهير لما بيزدادوا اهميه الالقاب بتصبح بالنسبه لهم ما بتضيفش، يعني بيبقى بيتقال بدون القاب. يعني مش هقول لك الدكتور طه حسين، خلاص انت بقى بعد شويه بتقول زي كده خوفه ومن قرأ، ما بتقولش الملك خوفه. فاللي عايز اقوله ما كانش هيبقى عندنا طه حسين، ما كانش هيبقى عندنا عمار الشريعي. السلام. هنا بقى ولا شيرين مجدي المذيعه الجميله اللذيذه. اللي عايز اقوله انه هنا بقى الطاقه النفسيه الجباره اللي بتتولد على ان انت هتتغلب على الاعاقه اللي عندك وهتقهر الاعاقه اللي عندك، دي اللي المفروض انها تبقى موجود طاقه ايجابيه موجوده جوانا يا مصطفى. ربنا يا سيدي ان شاء الله يوصل العلماء في يوم من الايام ان هم يكتشفوا لنا حاجه نقدر نعملها تخلي كل الناس مبصرين. وان كنت انا اشك في ده، مش قصدي حاجة خالص، يعني مش قصدي ان انا احبطك ولا اي حاجة، بس برضو خد بالك انه ربنا عمل ميزان عدل في الحياة. لحكمة هي في حاجة معينة بعيدة عن ادراك البشر، لكن ان شاء الله ربنا يوصل العلماء ان هم يخترعوا لنا احنا الاطباء وسيلة تقدر تخلي كل الناس مبصرين. بس اللي ارجوك ان انت تعمله، اولا لا تستجيب لمحاولات أنا عارف إن أنت متعلم، لكن في من أهلنا البسطاء كتير جدا جدا جدا. أنا بقول مع إبراهيم بيه هو على الهوا، إلى يومنا هذا مفيش حاجة اسمها زرع خلايا جذعية تؤدي إلى استعادة إبصار أو شرايح. الشرايح إلى هذا اليوم هي عمليات تجريبية لا تؤدي إلى حدوث صور مرئية. يعني مش هتبقى شاشة التلفزيون كده وأنت قاعد بتتفرج عليها، قد تدي إشارات ضوئية، قد تدي إشارات اي نوع من انواع الاشارات، لكن مش صور مرئيه. وفي طور التدرج برضه بالظبط كده. الى ان ياتي اليوم ده يا مصطفى، ارجوك توعدني كده وتوعد ابراهيم بيه ان انت هتكون طاقه ايجابيه فعاله في اسرتك وفي مجتمعك، وتجتهد في ان انت الطاقه اللي جواك دي تقهر الاعاقه اللي موجوده، اللي ربنا باذن الله في يوم ما من الايام يزيحها عندك. طب دكتور حازم، مصطفى انت معايا يا مصطفى؟ من اصلي رغيت كتير قوي. لا مش طيب استسمحك يا دكتور حازم، هو معانا مصطفى ولا خط قطع يا ولا؟ طيب هو اكيد سمعنا مصطفى، يقدر يجي لك السبت الحد؟ طبعا يشرفني جدا ان انا اشوفه علشان اكمل معاه كلامي، سواء الناحيه الطبيه او
برضه عشان يبقى عارف اني لن ادخر جهدا في ان انا اتواصل مع اي جهه هو شايف انها موجوده عشان اريحه نفسيا، واذا كان في امل مش هنتوانى عن بذل اي مجهود ان احنا نبذله عشان يوصل للمرحله دي. فاضل لنا حوالي 5 دقايق، وعايز في مفاهيم خاطئه في الامراض العيون. في رمد ربيعي بنسمع عنه، وبعدين برضه بيبقى حوسه ومش عارفين نعمل ايه، ونقدر نتدارك المساله ازاي. في احدث تقنيات دلوقتي نلحق ناخدهم كلهم. اولا بالنسبه للرمد الربيعي، هو نوع من انواع الحساسيه اللي كانت مرتبطه بفصل الربيع، نتيجه لحاجتين كانوا بيحصلوا عندنا هنا في فصل الربيع. يعني فصل الربيع اللي معروف عنه ان هو ربيع زهور وعصافير بتزق، احنا كان عندنا فصل الربيع برياح خمسينيه، يعني يجي التراب على طول تراب، فانت كان مرتبط جدا حدوث حساسيه شديده وتهيج في انسجه العين واحتقان ينتج عنه فرك شديد للعين. وده كان بيحصل موسمي، لما كانت التراب بيحصل بس في الفتره بتاعه فصل الربيع. الحقيقه نتيجة لأنها كانت موسمية كان بياخدوا العلاج على وقت الربيع دوت، والعلاج دوت كان بيبقى عبارة عن يا إما قطرات فيها كورتيزون يا قطرات مانعة للحساسية. قطرات الكورتيزون دي يا إبراهيم بيه هي هايلة في المفعول لكن ليها آثار جانبية. حضرتك ابتديت طبعا الحلقة بتقول الشخص المصري بطبيعته يحب يساعد غيره ويحب يمتهن مهنة أخرى غير مهنته. عندي فهو بالنسبة له راح للدكتور كتب له قطرة فيها كورتيزون، فجاره قال له عيني حمراء يا أخي مكسل النهارده، روح للدكتور كورتيزون. تلاقيه هو قاعد بيمشي الروشتات دي لغاية لما المريض اللي هو يكتب له العلاج ده يحصل له بقى مشكلة، آثار جانبية من قطرات الكورتيزون، زي مثلا ارتفاع في ضغط العين، يعني جاب له ميه زرقاء، جاب لجاره ميه زرقاء او جاب له ميه بيض. الكورتيزون لا يستخدم الا تحت اشراف طبيب، فيش هزار، لانه هو الوحيد القادر على التعامل مع الاثار الجانبيه بالتحكم في الجرعه او بالتحكم في طول المده الزمنيه اللي هيستخدم فيها القطر. انت بقى مش قادر تستحمل الاغراء الشديد بتاع ان انت تلعب دور الدكتور، ماشي، استخدم القطرات بتاعه الحساسيه اللي هي ما تسببش آثار جانبية. من ضمن المفاهيم الخاطئة مثلا انه في قطرة انا مش عايز اقول اسمها، اعتقد القطرة دي كل الشعب المصري بلا استثناء ده بياخدها زي استخدمها طبعا ووصفها لصديق او قريب، لا عادي وشايلها في جيبه يعني وعنده اعتقاد يقين انه العين لازم في قطره الواحد بيستخدمها يوميا بصفه يوميه، يعني فاكر ان بيغسل بيها عينه. يا سيدي الفاضل، انت ربنا من ساعه لما خلق الخليقه ما كانش فيها لغايه لما المصريين اكتشفوا القطره دي اللي هي بتبيض العين، يعني العين كانت ماشيه ازاي؟ الطبيعي ان العين ما نستخدملهاش علاج الا لو محتاجه علاج، لانك بعد شويه بتعود العين على شيء او ماده كيميائيه جديده ودي مش مظبوطه، واخد بال حضرتك؟ فاذا احد المفاهيم الخاطئه ارجوك يا جماعه القطره الشهيره دي اللي الشركه ده بياخدوها عنهم وفي مناخيرهم كمان يعني كل مصر اشتغلوا دعايه للقطره دي، واخد بال حضرتك؟ لا مش مفروض انها تتاخد، لانها في الاخر بتؤدي الى جفاف مزمن في العين وبتؤدي الى احتقان مزمن في العين، فمش مفروض انها تتاخد. عايز اقول لحضرتك انه من ضمن المفاهيم اولا على حس الرمد الربيعي ده اللي احنا كنا بنتكلم عليه، الفرك المستمر في العين يؤدي الى حدوث ما يطلق عليه القرنيه المخروطيه. احد الامراض اللي ابتدت تنتشر كتير جدا في الفتره السابقه، الفتره اللي فاتت كام سنه اللي فاتوا، بالذات في دول حوض البحر الابيض المتوسط، يعني مصر ودول الشمال الافريقي وكمان جنوب اوروبا برضو عندهم القصه دي. لغايه دلوقتي مش عارفين سببها، لكن السبب الوحيد اللي تم الاتفاق عليه عالميا قصه ان الفرك الشديد في العين يؤدي الى حدوث ده، فدايما بننبه الاباء والامهات اوعى ابنك يفرك في عينه بصفه مستمره. شوف حضرتك انا هنا بعمل عمليه بركب فيها دعامات او حلقات، الحلقات ديت انا حفرت انفاق جوه القرنيه كده برضو عن طريق الحلقه اللي بتثبت دي، وبعدين هقوم مطلع حلقه يمكن باينه كده عامله زي قوس الشفاف. الحلقه دي هقوم مركبها جوه القرنيه عشان تخلي القرنيه ديت مشدوده زي ترابيزه الترامبولين. الشخص ده جاله انبعاج في القرنيه، زي بقت عامله زي البيضه، بقت عامله زي ما تكون بيضاويه الشكل، فمضطر ان انا افردها او اشدها في الاطراف بان انا اركب فيها دعامات عشان الانبعاج دوت يرجع تاني. ده ممكن تفاديه ازاي؟ اولا بالاكتشاف المبكر، ثانيا
ممنوع منعا باتا ان احنا ندعك في عينينا الفرق الشديد، واخد بال حضرتك؟ لكن حدث بقى ولا حرج، يعني كده يمكن العمليه بتاعت القرنيه المخروطيه خلصت لما ركبنا الدعامات. حدث بقى ولا حرج عن العادات والمفاهيم الخاطئه. من ضمن المفاهيم الخاطئه موجوده كتير جدا عند الجيل السابق، يعني اعتقاد مضحك للغايه انه الاطفال او الناس لما يلبسوا الشراب في الشتاء وهم نايمين ان دوت بيسحب النظر. انا بتكلم، هي دعابه بس ده برضو هذه راسخ يعني احد المفاهيم الخاطئه الشائعه جدا في الريف. انك تلبس الشراب في الشتاء وتنام رجليك دفيانه، ده بيؤدي الى انا رايي اللي يسحب النظر انه ما يغسلش رجليه بس. هذا اليقين انت لو ما قلتش ان انت عارفه، اهل الطفل في الاغلب يتعاملوا معاك على ان انت انك انت بره مش مؤهل علميا. طب يلا يا ابني اتكل على الله، مش حد تاني. بالظبط. دكتور، يعني ما اعرفش، محتاجين يعني وقتنا للاسف خلص، يعني احنا محتاجين. انا ما اعرفش يعني كل وقت انا عارف ان النهارده دربكت لك الدنيا كلها النهارده والله يعني. فانما محتاجين يا دكتور حقيقي شرح، لان احنا يعني حاجات بسيطه، يعني فرق في العينين دي ده احنا كله بيفرق، خاصه دلوقتي العوادم والبتاع وحاجات كتيره مظبوط. فحاجات كتيره جدا مش عارف، انا ملهاش حل غير ان احنا نتكلم كده. انا برضو شايف انه في جزء كويس قوي حصل في الانترنت ده، ان اصبح في مواقع، اصبح في تداول معلومات، اصبح في عندنا قدره حتى على ان احنا نستقبل نصحح المفاهيم دي. يعني النهارده لما تيجي تقول ايه الظريف في الفيسبوك وايه الوحش، في طبعا حاجات وحشه كتير، لكن اصبح قادر على نقل المعلومه. النهارده مثلا على سبيل المثال اصبحنا قادرين عن طريق مثلا الفيسبوك ده، وان هو يخش على الصفحه الرسميه للدكتور حازم ياسين يبعت الاستفسار بتاعه، ولا هينزل من بيته ولا اي حاجه خالص. يمكن نقول له انت محتاج تيجي، او ممكن نصحح له معلومه، او ممكن نطمنه على احد افراد اسرته، او ممكن نقول له مفهوم خاطئ هو كان ماشي عليه. العنوان بتاع الموقع بتاع الصفحه بتاع الدكتور حازم، اللي عنده اي سؤال اي حاجه فيما يخص العيون يقدر يبعت له عليه على ده سهل كتير يا ابراهيم بيه. برضو الوعي الصحي النهارده مش زي الوعي الصحي مثلا من 50-60 سنه. صحيح مش زيه زي الشعوب الاخرى المتقدمه اللي هي كل واحد فيها قادر على ان هو يعمل سيرش وبحث عن ما يخص ويهتم في ان هو يعرف عنه المعلومه، لكن اعتقد ان احنا تقدمنا. يعني انتشار الانترنت في مصر احد الجوانب الايجابيه فيه ان هو بقى سهل نقل المعلومات، ويبقى برضه لغايه دلوقتي عشان في جانب كبير جدا من اهالينا ما بيتعاملوش مع الانترنت، ما بيتعاملش مع الفيسبوك، انما يتبقى ان هو النهارده برنامج زي التلفزيون ده مش ضروري تبقى كل البرامج حكاوي وحكايات او جايبين ناس بتتخانق، انما نقل معلومه بسيطه وتبسيطها للمواطن البسيط. يعني انا بعتقد ان ربنا يعني يكرمك وصحتك والله على قد المعلومات اللي قلتها النهارده يعني للناس. ربنا يخليك، ووعد كده ان احنا نكرر هذه اللقاءات. شرف ليا دايما. استاذ الدكتور حازم ياسين، بشكر حضرتك جدا. ربنا يخليك حضرتك، وبشكر حضرتك، وتصبحوا على خير. وطني حبيبي الوطن الأكبر، يوم ورا يوم أمجاد تكبر، بشرار ماشية وعياله، وطني بيكبر ويتحرر، وطني 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 حبيبي الوطن الأكبر، يوم ورا يوم أمجاد تكبر، بشرار ماشية وعياله، وطني وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي، وطني يا مالي بحبك قلبي، وطني يا وطني الشعب العربي، اللي ناديت بالوحدة الكبرى بعد ما شفت جمال الثورة. انت كبير واكبر كتير من الوجود كله، من الخلود كله، يا وطني وطني حبيبي الوطن الأكبر، يوم أمجاد تكبر،
مؤتمر القمة العربية. الدول المؤسسة والدول الأعضاء لجامعة الدول العربية. الجمهورية التونسية. الرئيس الباجي قائد السبسي. تاريخ الانضمام 1 من شهر أكتوبر من عام 1958. العاصمة تونس. العملة الرسمية الدينار. المساحة 163,610 كيلومترات. مؤتمر القمة العربية. وطن عربي مصير